السلام عليكم حبايبي. النهارده هنعمل تشيز كيك. انا هنا حاطه 3 بكاوي بسكوت فيري. انا جايبه بسكوت فيري اللي هو ده. فطبعا حاطه هنا 3 اكياس منه عشان خاطر ان هو كميته صغيره شويه وهو اصلا رفيع وصغير. وحاطه هنا 150 جرام زبده مسيحاها. هحطهم هنا في الكبه واضربهم. انا هنا فرمتهم كويس. هحط معاهم الكيس الرابع. انا هنا هم اتفرموا كلهم كويس. هحط عليهم الزبده. مش هحطها كلها لحد ما اشوف السمك اللي انا عايزاه في انا عايزه البسكوت يبقى البسكوت بعد ما فرمته وحطيت عليه الزبده يبقى زي الرمله اللي هي معمول عليها ميه مبلوله شويه. هحتاج احط عليها باقي الزبده. شايفين انا هنا بقت عامله زي شوفوا لما بتيجي تتبطط زي الرمله اللي هي المنديه شويه. قلبها بس كويس جدا علشان لو ما تقلبتش في الكبه حلو اكون انا قلبتها كويس برضو. قلبت تمام. انا هنا جايبه ورق زبده وحطاه في الصينيه اللي هي بتاعه الكيك او التشيز كيك والحاجات دي اللي هي بتتفتح من هنا. احنا طبعا حاطين التشيز كيك على ورق الزبده علشان خاطر ان احنا لما نيجي نطلعها ما تمسكش فيه. هنوزع كويس بالمعلقه والسباتيولا. نظبط من الحروف عشان تبقى كلها متساويه. تمام كده معانا. يعني انا هنا نقول المقادير تاني. انا هنا حطيت 4 بواكي بسكوت فيري. لو بسكوت تاني حجمه كبير او سميك شويه يعني كفايه 2، كفايه كيسين.
انما الفيري منه رفيع وشويه ومش كتير، فهنا استخدمت 4 اكياس، وحطيت 150 جرام زبده ومسيحاها في الميكرويف. طبعا هحط البسكوت يجمد في التلاجة شويه على ما نعمل الكريمه اللي فيه. احنا هنا بقى هنعمل الكريمه. انا هنا جايبه 2 كيس كريم شانتيه وكوبايه ميه، ومعانا هنا 6 وحدات جبنه مثلثات. لو ما عندكيش جبنه مثلثات وعندك جبنه كيري تمام. عندك جبنه اللي هي برضو اللي هي المطبوخه اللي هي السايحه تمام. عندك كريمه خفق يبقى حلوه جدا. احنا هنا هنحط الميه. هضرب كمان عشان عايزاها اتقل من كده. شايفين؟ هحط الجبنه. انا هنا حطيت الجبنه كلها. هنضرب بقى ايه، هنضرب كويس عشان الجبنه تكون اتعجنت حلو مع الكريم. مش عايزه حاجه محببه. هجيب بقى نص كوبايه ميه واحط فيها معلقتين جيلاتين. من هنا جبت نص كوبايه الميه. هحط بقى ايه، معلقتين الجيلاتين، علشان الجيلاتين بيخلي الكريمه تبقى متماسكه اكتر. ما عند اي عطار، هو يا دوبك، هما يا دوبك معلقتين. واقلب كويس لحد ما الجيلاتين ما يدوب. هنا الجيلاتين داب، احطه عليه واضربهم تاني. هجيب بقى الصينيه اللي انا كنت حاطه فيها البسكوت وهطلعها من التلاجة. هنا مسكت اهي تمام. انا هحط الكريمه بقى. انا هنا لو تلاحظوا ان انا ما حطيتش سكر، لان طبعا الكريم شانتيه ده فيه سكر. وكمان انا لسه هحط الجيلي، والجيلي بيبقى ايه، مسكر برضو. هوزعها كويس.
هحطها في التلاجة، هسويها حلو واحطها في التلاجة، وبعد ما تمسك نفسها فترة حلوة كده انا يعني احطها في التلاجة مش اقل من ساعة، يعني ساعة ساعة ونص بالكتير. وبعد كده هنيجي نعمل الجيلي مع بعضينا ونحطه فوقيه. انا هنا طلعت التشيز. هي جمدت شوية، انا حطيتها حوالي ساعة ونص او ساعتين في التلاجة. وهنا قطعت فراولة، وهنا انا جايبة جيلي. انا هستخدم ظرفين بس. هحط هنا الفراولة دي اختياري. هجيب حلة ونجهز الجيلي. انا هنا استخدمت ظرفين بس علشان خاطر انا مش عايزه الطبقه بتاعتها تبقى سميكه قوي بتاعه الجيلي. هنا طبعا الجيلي الظرف الواحد بياخد كوبايتين ميه. انا هنا هعمل 3 كوبايات. طبعا انا هنا قللت الكميه بتاعه الجيلي اللي هي كوبايتين ميه ساقعه، كوبايتين ميه سخنه واحده ساقعه، علشان خاطر ان هي تمسك على طول. عايزاها تقيله، يعني الجيلي ماسك نفسه تقيل. هروح اجيب كوبايه ميه ساقعه. هسيبها تبرد شويه وبعد كده احط الجيلي عليه. انا هنا الجيلي برد، هنصبه على البتاع ده، على التشيز كيك واحده واحده. انا مش عايزه اصبه مره واحده كده، اخد من هنا واصبه على طول علشان ما يعملش حفر في الكريم. باخدها بكبشه كده واحده واحده انزل عليه. وبكده خلصناها. هسيب الجيلي يجمد، مش هقطعها الا تاني يوم ان شاء الله، او بعد 4 ساعات، يعني تاني يوم يا بعد 4 ساعات. انا هنا هي جمدت. انا هعملها بالسكينه من الجناب هنا علشان لما اجي اشيلها هكملها وارجع لها. انا هنا عملتها من الجناب عشان انا لو ما عملتهاش كده لما اجي اشيلها ممكن تلزق معايا في الصينيه. هشيلها وارجع لكم. اهي كده خلصت معانا وبقت جامده وجاهزه للاكل.